تيك توك وانستغرام ابتكروا لنا فكره جديده اللي تخليك دير اي حاجه باش تمشي فاير، واللي خلات ملايين من صناع المحتوى يخرجوا باسوأ التحديات على وجه الانترنت، لدرجه في الوقت الحالي تيك توك في اي لحظه يقدر يتبانا. ولذلك معاكم تواراو في هذا الفيديو غادي نشوفوا اسوأ واغبى التحديات اللي تبوستاو في تيك توك، بدايه بتحدي العافيه ديال ابل. ولكن قبل ما نبداو بغيت نشكر الدري بزاف على السوبر تانكس ديالك، شكرا لكم بزاف الدري على السيبورت والكومونتيرات ديالكم، راه كنقراهم كاملين. عبد الله وحمزه ولا ابل هما انستغرامر معروفين بكثر من مليون فولوور في الباج ديالهم، واللي كيقدموا فيها محتوى حماق وهربان ديال بصح، وقليل ما كنشوفوه في الويب المغربي من غير الفيديوهات ديال بنسنا. بسبب هذا الكونسيبت اللي فيه واحد الجهد خيالي، الفيديوهات ديالهم مشات فايرال بواحد الطريقه جنونيه ديال بصح. بناو بيت في الغابه، صاوبوا باطو ولا فلوكه باش يحرقوا الطاليان، وكاع مشاو للبلاصه اللي تعلق فيها بنسنا. ولكن الريل اللي تبلبل عندهم في الباج وجاب اكثر من مليون لايك هي الفيرزيون المغربيه ديال كلاس. وفي شحال من مقابله صرحوا باللي هذا المحتوى فقط كيديروا باش يطبقوا التخيلات الحمقين اللي كنتي كتفكر فيهم وانت صغير. الفيديوهات اللي كتشوفوا دابا انا كنديرهم كنت نديرهم انا والدراري صحابي بلا ما نصوروهم، كنا غير كنقولوا جالسين في الحومه كطيحنا الفكره كنوضوا نديروها بلا ما كنصوروا فيديو. شويه قال لي الدري علاش ما نديروش نصوروها ونلوحوها في انستغرام ولا في يوتيوب ولا اي حاجه. كنا صافي مرحبا، غير هو كنحاولوا هذاك الشيء بحال قلتي نصوروه بواحد الكاليتي، ما بقاوش غير نخربوا. بهذا الشيء كامل وهاد الارقام الخياليه وحب الناس للمحتوى ديالها قدروا يوصلوا باج انستغرام لاكثر من مليون فولو. ولكن مع الاسف هذا الشيء كامل غادي يوقف بسبب فيديو واحد اللي ما ضربوليهش الحساب. في 21 فبراير 2025 غادي يبوستيو ريل في الكونت ديالهم بعنوان 1v1 فور لايف، ومن العنوان غادي يبان لك البلان كامل. في البدايه ديال الريل كيبينوا لك كيفاش صاوبوا فردي ديال العافيه من الزيرو باستعمال ادوات بسيطه ديال بصح. وانت كتفرج في الفيديو غادي تبان لك درجه الخطوره اللي عرضوا ليها راسهم بدون اي ادوات حمايه، ومع بوستيو الريل في الكونت ديالهم غادي تبلبل ديال بصح. وحاليا في الوقيته اللي تسجل فيها الفيديو قدر يجيب اكثر من 17 مليون مشاهد. مي للاسف خرجت بزاف ديال الهضره من باجات في انستغرام كيقولوا فيها بلي تحكم عليهم اكثر من 5 سنين ديال الحبس. ولكن كيف ما قلت لكم هذا البلان يقدر يكون ماشي مؤكد 100%. الدراري جيت نوضح شي امور لو البلان ديال ابالا انه مزود ومضرب 5 سنين. طلعوا لي بزاف البوستات هاد الهضره ما كايناش. هو تشد على واحد الفيديو على قبل واحد الفيديو وباقي ما تحكمش، والمحامي ديالو طالب صراح مؤقت ان شاء الله يخرج يكمل داكشي اللي بغا والله كيجي عليه مسكين. وصراحه انا ما عرفت هذا البلان واش بصح ولا لا، وخصوصا ديك البلاصه راه ما تمناها لحتى شي واحد. وان شاء الله هذا البلان يخليهم ياخذوا احتياطات في التحديات اللي يبغيو يديروها من هنا للقدام. ولكن التحدي ديالهم ما غاديش يكون غبي وحمق اكثر من تحدي نو بوب جولا، ومن السميه ديالو غادي تبان لك كميه السخافه الكبيره اللي كاينه في التحدي. الهدف ديال هذا الترند بسيط للغايه، وهي بكل بساطه انك ما تستعملش الطواليت لمده شهر كامل. بينما كانوا ناس اللي خداوها غا ضحكوا طالع، كانوا ناس اخرين اللي داروا هذه الفكره في راسهم باش يجيبوا ملايين المشاهدات في الكونطات ديالهم. ولكن قبل ما نشوفوا شنو اللي خلى الناس ينشروا فيديوهات كيصوروا فيها راسهم شحال دوزوا في التحدي، خلينا نعرفوا كيفاش اصلا بدا هذا البلان اللي هربوا ليا ديال بصح. في شهر 7 ديال 2020 واحد تيك توكر باسم اوكي كروم بوست هذا الفيديو فين بدا فيه النهار الاول بلا ما يمشي للطواليت. في الكابشن ديال الفيديو كيسول الناس واش يقدر يكمل التحدي حتى للنهايه. وبما اننا في تيك توك الفيديو غادي تبلبل في اول 24 ساعه وجاب ليه اكثر من 80,000 لايك وكميه كبيره ديال الناس اللي دعموا الفكره ديالو في لي كومونتير. بقات كدوز ليام اخونا كل نهار كيبوستي فيديو هو عرقان وكيتعصب، وديك الساعه حتى شي واحد ما كان عارف واش كان كيضحك ولا بصح كان حابسه لمده 25 ولكن قبل ما يسالي الشهر ب5 ايام كلشي غادي يتقلب، حيت خونا حصل باللي كان كيفيكي وكيكذب في كاع هاد الفيديوهات. يعني نقدروا نقولوا باللي ما غاديش يجي شي واحد اللي مكلخ باش يجرب هذا التحدي في الحقيقه، وكنظن باللي صعيب شي واحد يحبسها اكثر من 31 يوم. ولكن عزيزي المشاهد في نفس داك الشهر خرج واحد الفيديو ديال واحد خونا اللي كان دار اضراب على الطواليت في الحبس، وحرفيا ما استعملش الطواليت لاكثر من 47 يوم. من هاد النقطه غادي تبدا البلبال، حيت من بعد ما داز عام كامل على تحدي نو بوب جولاي خرجوا مئات من تيك توكرز كيحاولوا يحبسوها لمده شهر كامل. وفي 2022 في جولاي عاوتاني رجع التحدي للمره الثالثه. يعني تخيل معايا ردوا هاد البلان كحدث سنوي كيعاودوه كل عام. واخا الاطباء اللي كاينين في تيك توك خرجوا كيطلبوا في الناس باش ما يجربوش هاد التحدي، عاد ما زادت تبلبلات القضيه. والهاشتاغ ديال نو بوب جولاي وصل اكثر من 100 مليون مشاهده. وبهذا الشيء كامل في 2024 اوكي كروم مخترع التحدي اخيرا غادي يدير شي حاجه مزيانه، حيت خرجوا تبرع ب$1000 من ورق الحمام للمؤسسات الخيريه، وخرج جيم في اب ستور بنفس الفكره ديال التحدي اللي تصور معايا ولات الجيم الاولى عالميا في داك الشهر. هذا الشيء كامل كنتمناو هذا التحدي يحبس هنا وما يديروهش في 2025. واخا اوكي كروم
براون قال بلي غادي يبقى يديروا كل عام حتى ل 2089 تقريبا بحال ترند ايس كريم اللي كنت شارج. وثق بيا بكاع التحديات اللي شفناهم هذا هو اعفن واحد شفتو في حياتي، وبين لي شحال بنادم دغيا يتساق في هاد السوشيال ميديا. في 2023 واحد تيك توكر وصاحبها مشاو للسوبر ماركت، وفي الفيديو اللي بوستاج كتبين لك خدات واحد العلبه ديال الايس كريم ولحسات البارتي الفوقانيه ديالها، وكنظن كيف ما توقعتي وتوقعت حتى انا درت هكا غير باش تشري داك الايس كريم وحتى تمشي للدار وتاكلو من بعد. ما تصور معايا من بعد ما درت هاد التمجنينه ردات داك الايس كريم بديك الحاله للثلاجه، وبسبب هاد البلان اللي دارت وجاب ليها ملايين المشاهدات في الحساب ديالها. هاد التحدي ولا بين يوم وليله ترند مشهور في تيك توك مع كميه كبيره ديال الناس اللي كيديروا نفس البلان اللي دارتها. تخيل معايا راه كاينين الناس اللي غادي يشريو داك الايس كريم من بعد ما لحسوا شي برهوش من براش تيك توك. الحاجه اللي خلات هاد الشركات بزز منهم يرميو دوك المنتجات، حيت راه باينه حتى شي واحد ما عارف شحال من ايس كريم دارت فيه نفس الحاجه. وهاد خوتنا اللي كيديروا هاد التحدي ركزوا على واحد الشركه بالضبط اللي بزاف من تيك توكر خرجوا كيصوروا راسهم وما كيلحسوا الايس كريم وكيرجعوه للثلاجه، وبسبب هادشي ديك الشركه عيطات وقالت للبوليس ديك الساعه قدروا بكل سهوله يشدوا البنت الاولى اللي بدات التحدي، حيت المكلخه حاطه كلشي في الكونت ديالها في تيك توك. وتخيل معايا اي واحد كان نشر فيديو من هاد التحدي جابوا لراسهم غرامه بقيمه 10,000 دولار والحبس من عامين حتى ل 20 عام. تخيل معايا بسبب ترند اللي مكلخ وما فيه حتى شي حاجه زوينه يوقع لك هادشي كامل. حتى الناس اللي نشروا فيديوهات على هاد التحدي بغرض المشاهدات تيك توك طير لهم الكونطات والفيديوهات ديالهم بين يوم وليله. في 2023 خرجوا مئات من البنات في تيك توك وشاركوا في واحد التحدي بمسمى تحدي الصور الظليه، ولكن ما كانوش عارفين انهم غادي يحشموا على النهار اللي فكروا فيه يديروا هاد الشان. وخليني نفهمك الفيلم كامل بزاف. التحدي بالمجمل غادي يبدا في شهر 1 ديال 2023 فين واحد تيك توكر اسيويه بوستاج فيديو اللي كان فيه واحد المونتاج فريد ديال بصح واحد الاسلوب جديد اللي سموه تاثير الصوره الظليه مع هاد الخلفيه الحمراء اللي كتزيد جمال الفيلتر. تحدي في غضون ساعات قليله ما تصورش معايا كميه الناس اللي كيرغبوا باش توريهم التيتوريال وكيفاش دارت التصويره ديالها. وكذلك مولا التحدي ما تكبراتش عليهم وبوستات لهم التيتوريال من بعد نهار واحد، فين وراتهم بالتفاصيل الممله الطريقه اللي دارت باستعمال تطبيق بيكس ارت وفلتر في تيك توك، وغير وراتهم الطريقه. كل بلاصه مستخدمين تيك توك ردوه ترند الصوره الظليه. وما بغيتش نصدمك راه ماشي غير البنات اللي شاركوا في التحدي، بل حتى دراري ومشاهير كبار في السوشيال ميديا، اللي خلى هاد التحدي في غضون اسبوع واحد يوصل لك اكثر من 300 مليون مشاهده في تيك توك. ولكن حيت حنا كنهضروا عليه في هذا الفيديو غادي ياخذ واحد المنعطف خايب ديال بصح، حيت التحدي كان كيبين الجسم ديال المشاركين على شكل ضيق. يا صديقي كانوا مشاركين اللي حرفيا ما لابسين والو. الفلتر اللي خرجت ديك ختنا من المفترض انه كان خاصو يخبي كلشي في الصوره، هادشي اللي فكرنا فيه حنا. ولكن من بعد فتره قصيره من الانتشار ديالو بعض الاشخاص على الانترنت يلقاو طريقه كيفاش يحيدوا الفلتر. بمجرد انهم يحيدوا داك الفلتر يقدروا يشوفوا اي حاجه، حرفيا اي حاجه في التصوير. والبلان غادي يزيد يكبر من يبداو كيبوستيو الطريقه على الانترنت. مئات من الناس بداو كيبوستيو تصاور فريدات محيدين منهم الفلتر النهائي، اللي خلى تيك توكرز اخرين يخرجوا ويرغبوا الناس باش يبعدوا على هاد التحدي، ولا على الاقل يكونوا لابسين شي حاجه. واخا تيك توك بدات تحيد الفيديوهات ديال الناس اللي كيعلموا الطريقه باش تحيد الفلتر، عاد مازال كبر البلان ديال بصح. وصراحه كنقول باللي الحاجه اللي غادي نتفقوا عليها كامل هي ما كانش خاص نهائيا يكون ولا ينتشر هاد التحدي، ماشي بكميه التبرهيش اللي كاينه في هاد التحدي. بكل بساطه هو تمشي وتشطح فوق المقبره ديال شي واحد. حرفيا راه تصدمت ملي عرفت هاد البلان. كميه عدم الاحترام اللي في هاد الترند راه ما يمكنش اصاحبي. صور معايا انا مشيتي وشطحتي فوق القبر ديال شي واحد، حرفيا الفيديو ديالك الناس ما يقدروش يسكيبيو. الحاجه اللي خلاته في فتره قصيره يولي ترند مشهور في تيك توك، حرفيا بنادم ولا واخد الحياه بواحد التمجنين بوحدو. وهادشي كاملين جينا للواقع راه بسبب تيك توك. يخليك تفكر شنو اللي يقدر يدير بنادم من هنا لقدام فقط من اجل المشاهدات، وحتى لو جات كميه كبيره ديال الناس اللي ما تحملش فقط انه يجيك شويه ديال الاهتمام ويلاحظوا الناس الوجود ديالها. الحاجه الخايبه من هادشي كامل واحد الفيديو من هاد التحدي يبينوا واحد الام ولاد صغار كيشطحوا فوق واحد القبر بواحد الطريقه كتعيف ديال بصح، وللاسف دوك الدراري الصغار اللي معاها تابعين التمجنين اللي كدير. كميه عدم الانسانيه وعدم الاحترام اللي في الترند خليك من اليوم تبغي تمسح تيك توك للابد من التليفون ديالك، ان بنادم ولا يدير اي حاجه فقط من اجل القليل من الاهتمام.